حماتها بترميها وسط النار وعايزه تتخلص منها، وكانت رايحه تحدف الخشبه اللي فيها النار عليها. بس تعالوا اقول لكم ايه اللي خلاها تعمل كده. في الاول خطيبه ابنها وهي ماشيه بترميها من على السلم وبتوقعها، واول ما بيجي ابنها بيسال في ايه بتقول له انا لسه جايه وما اعرفش ايه اللي عمل فيها كده. وفورا جاب لها دكتور وركب لها محاليل عشان يغمى عليها، وحصل لها شرخ في رقبتها. وهو واقف مع الدكتور امه بتدخل لخطيبته وبتقطع عينها الاكسجين، هو بتقول لها ما حدش ياخد ابني مني. واول ما بتسمع صوت ابنها داخل بتستخبى جنب السرير، وبسرعه يلاقيها الدكتور وراكب خرطوم غيره. وبعد شهر بيقول لامه فرحنا بكره وهنروح نشوف شقتنا الجديده. بس الام بترفض ان ابنها يسيبها ويروح بيت تاني، وبقول لها بس احنا لازم نتجوز. فبتعمل نفسها تعبانه واغمى عليها عشان تخلي ابنها ما يسيبهاش. والابن بيقرر يتجوز ويعيش مع امه في نفس البيت، وعروسته بتوافق عشان بتحبه. وفي تاني يوم العروسه بتجهز نفسها عشان رايحه فرحها، بس حماتها بتدخل لها وبتقول لها برضه ما حدش ياخد ابني مني. وبتقول لها انت عايزه مننا ايه؟ احنا سيبنا البيت كله وهنقعد معاكي. وبتقول لها بس كده ابني هيهتم بيك اكتر مني. وبترش على وشها مخدر لحد ما بيغمى عليها، وبيطلعها الفستان بتاعها. وبعد شويه بيدخل العريس وبيلاقي ان مراته مش موجوده والفستان بس اللي موجود. واول ما بيبص من الشباك بيلاقي ان امه ماشيه بالعربيه، فبيطلع يجي وبيركب العجله عشان حاسس ان مراته مع امه. فحماتها بتطلع نار وبتحطها وسط النار، وكانت رايحه تموتها بالخشبه اللي فيها النار. قام دخل جوزها وانقذ مراته، وساعتها بيجيب لها البوليس وقبض على امه وبيقول لها انت مريضه، هل هي معاها حق ولا غلطانه؟